هو عموما مفيش احلى من قعده البنات. انا هقول لكم بقى ليه. لان هي بتبقى عباره عن شله كده قاعدين متجمعين في بيوتنا، في بيت واحده فينا. اولا كلنا ما بنبقاش سامعين بعض، بنتكلم في مواضيع متفرقه. جواز، طلاق، مكياج، لبس، فاشون، ايا كان، وبناخد راي بعض. المهم محدش فينا بيعمل بالراي ده في الاخر، بس احنا مبسوطين. ما علينا. قعدتي بقى النهارده مش هتحلى غير مع بوسكا. عامله ايه يا بوسكا؟ اهلا اهلا، انا ايه اخترت الاخبار؟ الشخص الصح قوي. بجد اه والله والله. على راسي من فوق. حاسه يجي منك قوي في شله البنات، والبنات اللي قلبك يعني عارفهم. مفيش احلى من قعده البنات كده كده. ده كده ده كده. كده كده. بس بيطلع بعديها بلاوي. يعني على حسب احنا بنتكلم في ايه. انا بحس ان بنكرر بعديها قرارات ما والله كانتش على البال ولا على يعني الخاطر. ساعات كده وساعات كده. بنسخن بعض قوي احنا برضه يا باسكا. يمكن مثلا ساعات برضو مش متاكدين يعني. حسب انت قاعده مع مين. اهم حاجه بالظبط. الصحبه. يعني في اللي هيولعك جامد وفي اه. اللي يعني هنمشي الدنيا تبقى لطيفه كده يعني. طب عموما انتي بتعترفي بحوار الشله ده؟ والله يعني انت جيتي لاكتر واحده. انا ما الشله ما بتسلكش معايا يعني. العدد الكتير ما بتحبيهوش؟ بصي انا بالنسبه لي اكتر يعني خروجه اكتر من 5 بشر دي بهوأ وضغوط ضغط مش هسمع، مش هعرف اسمع يعني. ولازم حد بيتقمص في النص ولازم ويروح. وهي خلاص احنا بشر، احنا كتير. ايه الكتيبه دي 20 واحد يعني من وانا صغيره. مم. وانا بدخل من جريد فور والله، من وانا بدخل شله كبيره جدا تبهوأ جامد، وبعدين تصفصف جامد ونبقى تريو مثلا، وبعدين ادخل في شله تانية تبهوأ جامد تصفصف جامد ونصفصف على تريو. فانا بالنسبه لي انا بحب اللي هو يعني انا ممكن ابان اجتماعيه جدا. انا فعلا اجتماعيه جدا وعندي صحاب كتير قوي ومعارف كتير جدا. بس لما احب اللي هو صداقه بجد وخروجه بجد وحاجه بجد رايقه، لا احنا محتاجين عدد قليل عشان نعرف نقيس مع بعض يعني هو شخص اه اتنين. شخص اتنين اكتر من 4 في الخروجه صداع بقى. انا دول اكسترا جامد يعني. حقيقي. بجد اكلمك بجد. فانا بالنسبه لي لا يعني I don't work in groups. مم. بحب اتعامل مع الشخص انا وانت، انا individual كده. وانتي مني بالنسبه لي ليك. مني ليكي بالظبط. ببقى بتعامل مع دماغه، ببقى بتعامل مع شخصيته، ببقى بتعامل مع افكاره لوحده من غير اي مم. external factors او اي حاجات من بره تاثر عليه. لان احنا واحنا في شله بتحسي ان يعني انا في مقوله بتقول ايه: people give up their minds to the minds of their group. بمعنى ان مم. احنا دماغ، انا دماغ طبيعي لوحدي. لما ببقى في شله ببقى بنطبق على بعض. انتي ما بتحبيش ما بحبش كده، فبنلاقي الناس من غير قصدنا بنطبق على بعض. فبنبقى كلنا ساعات ببقى في شله وبتكلم مع حد سواء في مشكله او في حوار، اتكلم مع حد انا سمعت الكلام ده فين قبل كده. اه. لقينا سمعته قبليها بيومين من ده، اللي هو ايه يا جماعه احنا بنقول نفس الكلام اللي يا جماعه. مم. فلما بتبقي مع حد يعني شخص بعينه اه. يا على الدنيا يعني تبقى تحسيه محدده. اوريجينال. انا اه. بكلمك انت، بكلم دماغك انت، انا عارفه ان ده مش كلام اي حد تاني. حلو. طب امتى تقولي ده صديق؟ انتي قلتي مش اي حد يتقال عليه امم صديق، مش صاحب. ماشي. ام صديق في فرق ما. في فرق كبير، في فرق بالنسبه لي ان انا اقول عليه صديقي، اقول عليها صديقتي، اقول عليها ماي بيست فريند. ده مش مصطلح انا برميه كده، لا مم. لا 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 بجد. حاجه بالنسبه لي كلمه ذات قيمه رهيبه. تمام. فامتى اقول عليها صاحبتي بجد، دي صديقتي she's my best friend؟ لما احنا خلاص يعني مبادئنا زي بعض، اخلاقنا زي بعض، حدودنا بنعرف نفهمها ونحترمها. و... وشافتني في اجمل اوقات حياتي مم. واوحش اوقات حياتي. شافتني وانا دمي خفيف جدا، وشافتني وانا يا على الكآبه. لان انت خدي بالك الشخص الفرفوش على الفرفوش اما في يقلب اكستريم بقى، بقى. يا لهوي على الفرفوش اما يقلب. يعني زي ما الفرفوش اللي هو ايه، وهو فرفوش الضحكه دي كل الناس لو هو بيضحك كل الناس بتضحك وكده. لما بينكد بينكد على اللي حواليه كلهم. يعني نفس الطاقه على فكره ده يعني هي حقيقي. حاجه. فاللي شافتني في كل الاوقات دي، اللي وقفت جنبي في كل الاوقات دي، اقول عليها صديقتي لما نكون عدينا بظروف ولقيتها ردت غيبتي
لان اللي هيرد غيبتك من الشعب ده مثلا يعني ده 0.5% مش موجود بالظبط. في يعني ممكن عارفه الكويس منه يسكت مثلا، ما يحطش شطه وملح على اللي بيتقال، اوكي، لكن اللي ترد غيبتي في وسط قاعده، دي بقت عايزه تمثال دلوقتي. هي دي بالظبط مش موجودين. ها؟ عشان كده تلاقي يقول لك الله شخصيه اجتماعيه وبوس كاوش سوشيال ومش عارف ايه، القريبين مني صدقيني لا يتعدوا الخمسه مثلا. مم. ليه؟ لان دول اللي وقفوا في جميع المواقف اجملها واوحشها وردوا غيبتي في جميع المواقف وفهمني فعلا، وبرتاح معاهم، برتاح ابقى ماي سيلف معاهم، يعني عيوبنا حتى شبه بعض. يعني هو الانسان مش بس حاجات حلوه وجميله، لا عيوبنا كمان متوافقه. انا لما بنتخانق صح، بنتخانق مش عشان احنا عايزين نجرح ونخبط ونقول كلام ما نعرفش نرجع فيه، لا احنا بنتخانق علشان نطلع يعني بحاجه مثمره، نعرف نتغير، نعرف. هي دي اللي اقول عليها انتمتي بجد. بتتخانقوا ازاي؟ أم، الخناق بالنسبه لي، انا بتخانق علشان انا في حاجه ضايقتني، اوكي، فانا هقولها بانه انا حسيت ده، مش انت عملت ده ومش انت عملتي ده. يعني بالنسبه لي ايه، دايما مامتي تقول لي لما تيجي تتخانقي مع ذكيه حد جدا. اي I feel not you did، اللي هو انا حسيت، انا لما انت عملت كده انا حسيت كذا، فبالتالي الشخصيه اللي قدامك هتعرف تسمعك. مش مش تهجم. مش ايه يعني انت بتبقي ما تهجميش عشان اللي قدامك ما يدافعش، مم. لا. يعني حاولي ان انت بتتكلمي عن مشاعرك، لما قدامك هيلاقيكي بتتكلمي عن مشاعرك، هيبتدي اللي هو دي بتحكي اه لي. والله صح. طب ماشي طب طب سوري، اسف. طب سوري بالظبط كده، بالظبط كده، فهي هتبقى الموضوع كده. هو ده الخناق الصحي. اه لكن الخناق اللي انا ما بحبوش، وخدي بالك انا مش بقول ان الخناقه هتبقى مثاليه اكيد. وان مش هنهرتل ومش هنلطش وبتاع، اه لا يعني احنا مش برضو مش مش بيرفكت، ملايكه. لا اه في خناقات هنروح ونيجي فيها يعني احنا بشر بشر. اللي هو بنرفع عن نفسنا، اه احنا بنتخانق طبيعي. لكن الاهم من الخناقه البوست خناقه، انا بعد ما اتخانقنا وقلنا اللي احنا فيه، طب تعالي بقى ايه الكلام بقى ده، حتى لو بعديها بيومين او حاجه، اللي هو ايه الكلام اللي اتقال ده، كان اه قصدك قوي يعني، لا بصراحه ماشي اوكي ايوه. خلاص. فهي دي ان انا اعرف ان انا اطلع من الخناقه اللي انا قلت فيها اللي انا عايزاه، تمام، اعرف اصلح بجد، مم. اعرف الكلام اللي انا قلته ده انت قلتي حاجه هنا، انا عايزه تريس ات داون، انا عايزه اعرف دي جايه منين، ونتكلم بقى ونعرف ان احنا نصلح يعني، عشان نوصل لحته احسن. عشان نوصل لحته احسن، وعلشان نحافظ على قلوب بعض. انت عارفه في حته الصداقه دي، أصل انا بحب قوي المسلسلات القديمه. امم انا ما اعرفش مين بالنسبه لك امم يعني الرول موديل في الصداقه بالنسبه امم للافلام او مسلسلات، امم بس انا مثلا بحب مسلسل اين قلبي جدا امم جدا. امم وصال وفاتن دول بالنسبه لي يعني ريفرنس كده للصداقه. فجي مشهد من يومين كده بتفرج عليه، قالت لها ايه، فاتن كانت في بيت وصال، فوصال ضايقتها بالكلام، مع ان فاتن هي قلبها عليها وبتقول لها مش عارفة كده. فشدوا مع بعض، وصال نزلت وراها على السلم، هي كانت ساكنه في فيلا كده، قالت لها لما نزعل من بعض ما تسيبينيش وتمشي، عشان احنا ملناش الا بعض. فعز الخناقه هم لسه قافشين على بعض، هي دي قالت لها ايه، انا ما كنتش همشي ولا حاجه، انا كنت هاخد لفه بالعربيه وارجع لك. ف في الشارع كده. مفيش بعد كده، امم اللي هو احتواء من الطرفين، هي دي. انه انا لا انا مش هغدر برضه، انا جايه انا راجعه على فكره ليا اخر يعني. فاهماكي، انا ساعات لما بتخانق مع ناس من اقرب الناس ليا، بنبقى مش طايقاها، مش معايا بقى خلاص، لا فيش، بس وخلاص، وممكن نبقى اسبوع احنا بقى واخدين بريك، بس ممكن في نص الاسبوع لا على فكره انت لسه صديقتي الصدوقه، هنتكلم يعني. هي تقول لي ماشي اوكي في انا امل. كمان بحبك قوي عموما، بس انا ما بتتكلمش معايا، آه. بس حبي، اختي بس انت ما اختي عندكيش في الله جد، ما ما لناش عندكيش غير مشكله بعض. ان انت تبداي عادي الصلح. لا ما عنديش مشكله آه. لو احنا بنات في آه. بعض، وانا يعني دي صديقتي، انا عارفه انها صديقتي، يعني من مم. الناس اللي هم خلاص انت عارفه العلاقات الاجتماعيه اونيون لايرز، صح. تمام، فانا عارفه هم في لاير سبيسيفيك دول مش طالعين منها، خلاص وصلوها مش طالعين منها. مم. انا لو دي ثقه خلاص، ما مش بتقلل مني، مم. ما بحسهاش بتقلل مني فكره ان انا ابدا، لا عادي مش مشكله، لا ما فيش اي مشكله. على فكره الميزه دي بتنفع الشخص نفسه، بتنفع في كل العلاقات على فكره، شغل، في جواز، في صحاب، بتبقى الدنيا سهله. لان خدي بالك مش فكره كمان ان انت بس بتسهلي التعامل او كده،
انا بعمل برضو عشان نفسي. يعني انا مثلا لو انا بقول ان انا كبوسكه اوفر ثينكر جدا وحساسه جدا، مع اني بان بقى يلا يا جماعه ما فيش اي حاجه اصلا 60,000، لكن لكن هو عموما ممكن يعني 60 من واحد. جوايا اصلا 60 بس. ايوه. يعني بحس ان انا ابدا آه، بتريحني انا، مم. او ان انا اروح اقول لو صحيح احنا عايزين نتكلم في المشكله الفلانيه عشان مش عارفه انام. اه عادي انا ابدا ليه؟ علشان دي حاجه بتخليني انا اعرف اعيش احسن. والله جدع. فدايما برضو مش بس فكري في اللي حواليكي، فكري في نفسك وايه اللي بيريحك، مم. وحطي اوبجيكتيف قدامك. انا هدفي ايه من ان انا ابدا؟ هل هدفي ان انا مش قادره اعيش من غيرها او ولا مثلا هدفي ان انا نوع من انواع عايزه الرحمه. اريح قلبي، مم. ارحم نفسي وارحمها مم. معايا، اريح واستريح كده، هتلاقي مم. 60,000 عادي. نبدا. طب يا لو سلام نبدا عادي. بمناسبة بقى ال60 وال60,000، هندخل بقى على شخصيات 60 اه و60,000. اه تمام. شخصيات كده من شلة البنات، ولا نختار الشخصيات العبثية الأول؟ بصي انا هقول لك شخصيات موجوده في اي شله، شله بنات، شله ولاد، شله بنات وولاد، من الناس اللي انا بشوفها كتير، دول من 60,000 بقى. افتحي قلبك. يعني مثلا دي شخصيه عبثيه بصراحه، دي 60 بس يعني بتتعبني نفسيا، شخصيه البدون ذكر اسماء. على شخصيه طب البدون ذكر هموت اسماء. واعرف. لا هي بتبقى شخصيه جابت خلاص، احنا جبنا في سيره البشر كلها، وقعنا ما بين الشعوب، عملنا حروب، قومنا ضغينا خلاص كل حاجه، بس بدون ذكر اسماء. الا النميمه، ده الخلق الا الخالق. النميمه يعني سيب الناس في حالها بقى، وربنا يحفظنا جميعا. دلوقتي بدون ذكر اسماء يعني بالنسبه ده اسماء وعيله اسماء ويعني ان نقف عند بدون بقى، يعني ذكر اسماء دي مالهاش دعوه، يعني يا تقولي كل حاجه يا شكل ما براكب، تقوليش بقى، يا ريحي نقف عند دماغي. بدون اه خالص، بدون مواقف، بدون اسماء، بدون اي حاجه خلاص. لكن ان انت تشوى ولا الدواء ده في ليه لا، بس العذاب؟ احنا الفضول فعلا، احنا فضوليين شوية برضه. ماشي اوكي، بس انا بالنسبه لي انه انت مش هتيجي تحكي حاجه او اه انت مش هتحكي حاجه خلاص، ايوه، literally انت مع يبقى هو يعني سر بقى، ما ايه ينفعش المبادئ، تطلعه ايه اصلا. المبادئ، ايه صح المبدأ، هو صح. ايه المبدأ؟ انا طب تعالي نشوف كده من الاول خالص، مم. ليه بدون ذكر اسماء؟ علشان تستر على الشخص ده مثلا. حلو الستر، تمام، مم. وان انا ما انقلش كلام، والنميمه مم. حلو. مم. طيب انا ازاي هحكي موقف بحذافيره، براح ايه وقال ايه وكان لابس ايه والجل بتاع شعره عامل ازاي، ريحته كانت ساعتها، وبعدين اقول بدون ذكر اسماء؟ طب ما انا ما حققتش هدفي، ايوه ما انا صح برضه جبت في صح. سيره الناس وانا اصلا خلاص عارفه هي هو بتتكلم الاهم عن مين. القصه، يعني لو قالت الاسم. بالظبط، انت لو كنت قلتي اسمك كان اسهل بكتير عموما. انا بالنسبه لي هي بتجيب نتيجه عكسيه، ايوه انا مش عايزه انام وانا مش عايزه ومش عايزه ومش عايزه. طب انا لما حكيت الموقف كله وشلت الاسم، لا عادي انا عملت نفس الحاجات اللي انا ما كنتش عايزه اعملها. صح. لو انا ضد النميمه وضد الدراما مم. وضد خلاص انا مش هقول الموقف نفسه. مم. ادي اول حاجه. تاني حاجه، طب بدون ذكر اسماء، طب ما انت بتعذبيني يعني انا عدوتك، وانت جايه تحكي ما لي. شويه، وفي ناس على فكره بتحب تثير الجدل، اللي هو اه فاهمه هو انا اي تفاهه مش مهم، بس اللي هو هو انا اللي عندي هي المعلومه. جت على فكره عموما، ناس كتير قوي قالوا بتقول لي بقى عليكي نصح. ايه قالوا لي دي. والله ناس كتير قوي بتقول عليكي. مين الناس الكتير؟ يعني لا، مين وقالوا لي الناس عليكي دي، الكتير؟ طب ما انت ما يعني يا كنت رديتي عليهم، ها، رد الغيبه اللي انت قلتيها، يا م. ما جيتيش قلتي لي بقى انا وريحيني. عموما برد عليها رد جميل جدا، انا برد عليه رد جميل جدا. وانت عملت ايه ساعتها؟ صحيح. ده بالوان بقى، خلاص بقى صح خارج لا. نطاق الخدمه. ف لا يعني شخصيه عبثيه، مم. يا بدون ذكر، يا بدون، اه يا خلاص بقى ما في، يا بذكر اسماء، يا بدون، يا بذكر اسماء. صح. لكن بدون ذكر اسماء دي غير متاحه ومش طبيعيه بالنسبه لي. طب الشخصيه المحايده جت في بالي كده، يا نهار ابيض على جت في الشخصيه بالي، المحايده. عدينا عليها في التليفون فقلت لا مش الشخصيه المحايده دي انا بالنسبه لي ساعات بحس ان انا متنرفزه منها جدا، الشخصيه دي متنرفزه منها جدا، وهو ازاي هو ايه يعني ايه شخص بلا موقف. وساعات بحس ان انا مش عايز ازعل حد. وساعات بحس ان انا بحترمها قوي، بكلمك بجد عشان ابقى اه فاهم. اه. ساعات بحس انه الشخصيه النيوترال مم. او الشخصيه النيوترال او الشخصيه الحياديه، اللي هو انت واقف فين؟ يعني ايه يعني، هو انا مش بقول تيك سايدز، احنا في كي جي 2 لا، بس الانسان موقف، الانسان راي، والانسان مبادئ. مم. فان انا عايش كده اللي هو الله على الدنيا والله على الناس والله على الاناناس، يعني ايه لا انا يعني واقفه ايه؟ اتفرج، لا لا، في ناس بتقف تتفرج.
فانا بالنسبه لي لا، دي حاجه غريبه جدا، انا ما بعرفش، انا يا ابيض يا اسود. وساعات بحس عموما برافو، لانه احنا كبرنا على انه هي يا ابيض يا اسود، ايوه بس لو فكرنا فيها لا، هو في حته كبيره جراي. قوي قوي من الحياه جراي. فالكومبو الصح انك تبقى واقف في المنطقه الجراي بس مايله الى بمبادئ، وعارف الابيض والاسود فين. هي دي اللي احنا كلنا، يعني انا عشان عمري ما اقول لك انا وصلت في حته ويا جماعه اعملوا لا، انا بحاول احقق الكومبو، ان انا ابقى دبلوماسيه والله السياسه واعرف في كده عشان اعرف اخد حقي وبتاع، فاقف في الحته الجري، بس اعرف اقف في المنطقه الرمادي مم. بمبادئي وبموقفي وببوصلتي مم. الصح. مم. بس فانا مش فالشخصيه الحياديه الصح هي اللي تعرف تعمل كده، لو انا في الجراي اريا بس انا عارف ايه الابيض وايه الاسود ومين غلط ومين ما غلطش، بس انا مش هزود الطينه بله يعني. مم. تمام. لا هي دي يعني مم. بيقابلها دايما الشخص الواضح بزياده، اللي هو انا مم. اتوقع ان انت منه وانا كمان عرفتي منه منين؟ للاسف. عرفتي منين؟ لا 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 معلش دي خاصه بيبانوا دول. بيبانوا. لا بصي بنتعب شويه في الحياه، عشان هي الحياه فعلا هي اغلبها جراي زون. مم. محتاجه انت ده قدر كبير من الذكاء الاجتماعي اللي توصلي فيه ان انت تبقي عارفه تمشي امورك مع ده وتمشي امورك مع ده وتمشي. بس الفكره يا جماعه مش في كده. الفكره ان انا لو شايفه موقف ما عايز لازم اقول كلمه حق فيه. معلش ما هو على فكره خلي بالك الكلام ده لو مع اقرب القرابين ليا ومثلا متخانق مع حد من بره، حلو اهو مفيش اكتر من كده، وانا شايفه ان اللي مني ده غلطان، طب ما انا لازم اقول يا جماعه لا حقكم عليا، ده كذا 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 حاصل. ولو قلتي بطريقه يعني فعلا محترمه، لو انا حسيت وده رايي وكده، لا هيتقبل عادي. اي طب انت الوضوح بالنسبه لك اللي هو ايه يعني؟ بصي، الوضوح بالنسبه لي او انا لو انا بقول انا واضحه، ده معناه ان انا كبوسكه ما بخافش اقول الحقيقه. تمام. بمعنى ايه؟ انه او ما بخافش من الحقيقه عموما، حقيقتك وحقيقه اللي قدامك. حقيقتي وحقيقه اللي قدامي وحقيقه الموقف، وما تمام. ما بخافش من الحقيقه. مم. بمعنى انه انا لو في قاعده وفي كلام بيتقال مثلا عن شخص انا مش شايفه ان الكلام ده حقيقي، لا برد غيبته، ممكن الشخص ده ما يلزمنيش في حاجه. او مثلا لما ابقى في شخص انا عارفه ان هو ما بيحبنيش، وشخصيه انا عارفه ان هي ما بتحبنيش، وبيسلموا ازيك الاخبار حبيبه قلبي، يعني انا مش هقول لك انا ببقى وقحه، ومش هقول لك ان انا ببقى لا، احنا ما بيننا كل احترام متبادل، بس انا واضحه، بيبان ان انا لا انت يو نوت ماي فيفورت كاركتر، وبسلم عادي، بس مش هقدر هي انفذ. الحقيقه فين؟ الحقيقه ان انا عارفه ان انت ما بتحبنيش، وانت عارفه ان انت مش ألذ شخص بالنسبه لي، فهبقى واضحه في المواقف، برضو واضحه وموقفي واضح انا مع مين. مش فكره وبقول لك احنا بنحافظ على الاحترام المتبادل ما بيننا وما بين الناس. صح. بس ماشي. على فكره هي نوعيه ناس، يعني مثلا مم. انا وصاحبتي برضو كنا بنتكلم في الموضوع، فكره انه حبيبي انا ما اقدرش اقول لك مثلا انت حبيبه قلبي وافور واحنا مش حبايب. بالظبط. طب ما خلاص يا جماعه ما نخلي بالظبط. الحاجه في اماكنها، يعني بالظبط. فاهمه قصدي؟ بالظبط زي. بس ساعات لا، الشخصيات اللي قدامك او الشخصيات اللي حواليكي بتشوف انه انت كنتي رخمه معاها قوي او مش بتتقبل ده. وانا بالنسبه لي انا فاهماهم وببقى فاهمه هم جايين منين. في ناس بجد عادي، هم بالنسبه لهم كلمه احترام معناها being too nice، وان انا لطيفه وان انا بسلم وان انا بعض عادي. يعني الكلمات عندنا مش ليها كلنا وفاء. عندنا نفس المفهوم، مرادفات كتيره. بس خلاص فهو ده بقى مرحله من تقبل الاخر هتعرفي تعيشي بيها. ماشي. بس انا بالنسبه لي الاحترام معنى ان انا يعني ايه، انا اسلم عليكي وعادي ومش عارفه ايه، بس لا يعني انا واضحه في المواقف، برضو انا واضحه. بس في فرق كبير قوي، دي شخصيه انا بقابلها كتير جدا بقى، فرق ما بين الصراحه والوقاحه. ده اللي في قلبي على لساني. شخصيه اللي في قلبي على لساني بقى، اعمل ايه يا يا نهار أبيض. جماعه؟ انا قلبي على مشكلتي لساني كاك وجع في قلبك. يا نهار انا ابيض، مشكلتي دي للدرجه طيبه. دي للدرجه دي يعني لا. يعني انا بالنسبه لي في ناس قابلتها في حياتي، لو بصي انا هبقى صريحه معاكي، انت عارفاني صريحه، وتقوم قال ادب عليا. طب ليه طيب؟ لا 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 خلاص، يعني لو الصراحه كده احنا يعني بلاش اي صراحه. لا رصه العيوب كلها ايه ده؟ لا انا بالنسبه لي لا، في فرق كبير
وواضح ما بين الصراحه والوقاحه. زي الناس مثلا اللي تيجي تقول لك بصي مع كامل احترامي بقى لا بقى انا بعدها بقى لا انا مفيش هقوم بقى أي انا هقوم دلوقتي حالا، انا هقوم دلوقتي حالا بعد كامل احترامي دي بالنسبه انا لي بتخض فعلا منها، لا بحس ان اللي بيجي بعدها بعديها صعب. يعني انا كان عندي مدرسه زمان هي كانت تقف بصوا يا جماعه مع كامل احترامي، كلكم مهزئين. يا نهار ابيض بقى، يا نهار ابيض بقى. فانا بالنسبه لي لا، شخصيه انا اللي في قلبي على لساني دي انا ما بفهمهاش. لا انا شايفه انه انت ممكن تبقي صريحه بس حسبي تبقى واضحه، وانت ممكن تبقى تعصب. في برضه رجاله كده انا قابلتها في حياتي اللي هو اكيد. لا انا صريح جدا، انت عارفه يقوم مديكي واحده اللي هو انت اوحش بنت شفتها في حياتي. تتعالجي بعدها. هو اللي هو ثيرابيست بقى طيب يعني. لا في فرق ما بين الصراحه والوقاحه، وخدوا بالكم بقى عشان انا يعني خط احمر بقى، شد انا خط انا بقى. مره حد اداني واحده كده صريح بس كذا كذا كذا، قلت له لا دي وقاحه. تنح كده اللي هو انت متفاجئ من مفاجأة ايه؟ مش كده؟ لا بلاش، يعني بلاش وقاحه. في طب ايه رأيك في البنت اللي هي اصل انا مشكلتي ان انا غلبانة، مشكلتي ان انا طيبة؟ شايف حاجة؟ شوفوا انا ازاي عمري ده، شوفوا ازاي ده. انا عمري ما قلتها في حياتي، عمري ما قلت ان انا غلبانة. مفيش حد غلبان عارف انه غلبان، مفيش حد غلبان عارف انه غلبان، ومفيش وليه ابقى غلبانة اصلا؟ حد يا ستي طيب ما في هو في مجنون بيقول على نفسه مجنون، في نرجسي بيقول على نفسه انه نرجسي مثلا مفيش صح. لا. فاللي ماشي يقول يا جماعه انا بجد مشكلتي الشيبه الزايده، ده لا مش حقيقي، ما ينفعش. وعلى فكره بنات وولاد الاثنين، انا بالنسبه لي لما بلاش فكره ان شخص يقعد يتكلم عن نفسه عن حاجات فيه، انا بالنسبه لي غريبه. يعني دي انا ريد فلاج الفلاج. يعني انا في بنت وولد، انا لو واحده قاعده معاها بتقول لي بصي انا عموما ثقتي في نفسي دي فيش يعني. بلاش مره كنت قاعده مع واحده جت ادتني واحده ايه، قالت لي انت عارفه يا بوسكا احنا ما فيش اي حاجه، انا ليه بنتكلم في حاجة الموضوع ده تربطنا اصلا. اصلا. فجاه انت عارفه يا بوسكا انا لو بعت لبسي اجيب عربيه. انا مش شفتهاش غير بطقمين مثلا في حياتي. لماذا نحن هنا؟ احنا ليه طب ليه بتتكلمي ليه بنتكلم على اللي معانا وبنتكلم على اللي افتحت لك فينا واللي جامد. عندنا؟ لا انا بالنسبه لي طب ليه بنتكلم على اللي عندنا وليه بنتكلم على اللي معانا؟ نفس الحكايه في الصفات بقى. مفيش، انا الراجل اللي بيقعد يقول قدامي انا عموما جامد جدا، انا جامد جدا، جدع جدا. انا جدا، وانا عندي ثقه في نفسي رائعه جدا، بحب نفسي قوي، انا عموما طويل وجامد وحلو الله ورائع. ايه الغرابه دي؟ ايه الغرابه دي؟ مفيش حد بيعمل كده. انا بالنسبه لي اللي بيقعد يقول عن نفسه كتير يبقى في الثقة حته جواه فيها مهزوزه، حاجة بعافية يبقى في حته شوية. جواه مهزوزه. خلاص انت let your actions speak about you. لكن ان انا اقعد اعد النعم اللي عندي واقولها للناس، او اعد الصفات الحلوه اللي عندي واقولها للناس، ده بيرفلكت حاجه ناقصه ايا كان ايه هي بقى. بس وكلنا بنحاول نشتغل على الموضوع ده. خدي بالك عشان انا قلت لك انه انا ما بتكلمش بصفه اني وصلت وان ده وحش وان لا ده غلط، احنا مش لا مش انا بننظر، بكلمك احنا في انه بنتكلم عن بالظبط. شخصيات بنشوفها اه وفعلا بنقابلها، يعني بنقول حاجات ريل ومننا ممكن تصدر نفس الحاجات. ايوه بالظبط. فهي طول ما احنا عايشين بنقابل اشكال والوان واحنا كمان فالموضوع مش تنظير خالص. يعني هو الفكره ان فعلا في حاجات مشتركه كتير قوي بين البنات وبين بعض، والرجاله كمان لسه جايين لهم، يعني مش بنات بس، يعني مش هيسلموا مننا. مش يسلموا. لا كده كتير. بس في حته الغلب دي، يعني انا مثلا عمري ما كان عندنا في البيت اللي هو انا بنتي غلبانه ولا لا. ليه؟ انا ماما تقول مثلا لو غلطنا مثلا وقلنا وانا يعني عشان ما اعرفش ايه، يقول لك لا انا ما عنديش حد غلبان، حد شغل تقوليش نفسك غلبانه، ربنا ما يغلبك كده. يعني فاهم الكونسيبت ده عندنا اللي هو لا، ليه ابقى انا اصلا شخصيه الضحيه، او ان انا اتعمل فيا كذا واتعمل فيا كذا عادي يا جماعه، الناس كلها بيحصل لها. ومع على فكره احنا ساعات كتير على فكره بنبقى ضحايا للناس اللي قدامنا، بس انت بقى اللي قادره تقومي نفسك من الحته دي، مش هينفع تكملي فيها كتير. الفيكتيم كومبلكس عموما دي ظاهره كونيه، ظاهره كونيه، ويعني في ناس بترتاح فيها، بس هي دي. في ناس بترتاح فيها، وفي ناس بتبذل قصارى جهدها عشان تطلع براها. صح. ماشي. انا الفيكتيم كومبلكس بيخوفني، انا بخاف ابقى قاعده مخلله في دور الضحيه، بخاف لدرجه ان انا ساعات ممكن اجي على نفسي اللي هو لا انت هتقومي. لا اللي هو انا يعني زي ايه، انا بخاف قوي من الديلوجن. يعني انا
بقدر جدا الوعي اللي هو لا انا طب انا كنت غلطانه في ايه في الحته دي، لا هو ما جاش عليا انا فعلا. بخاف جدا من فكره الضحيه اللي هو لا يا جماعه انا مش ضحيه، مع ان انا لا ساعات ببقى لو محتاجه ادي نفسي فرصه انه لا صح، هو ما انا دي بقول كانت لك صعبه. اوقات كتير تمام؟ بنتحط في في المواقف دي. ناس ساعات هو دور الضحيه هو اللي بيخدم قصتهم، فهو اللي بيريحهم. وخدي بالك على فكره ان الانسان دايما بيقول لنفسه او بيقول لغيره الشيء اللي يخدم قصته، مم. دي حته كلنا بنقع فيها. وعموما انا مش شايفه انها غلط، مم. بس لحد معين. مم. تمام؟ ما تزوديهاش بقى، يعني كلنا في الاول وفي الاخر بنحكي من حياتنا وجهة دي، نظرنا برضو. في الاول وفي الاخر دي حياتنا وقصتنا وحكايتنا، واحنا المين كاركترز فيها. احنا انا البطله في قصتي صح. وانت البطله في قصتك، صح؟ فالحكايه هتحاولي بقدر الامكان ان مش دايما تطلعك بطله، بس هي دي اللي بتخدم قصتك. تمام؟ فتلاقي حد مثلا عشان احنا في حاجات كتير جدا في حياتنا عمرنا ما هنعرف حقيقتها، اسئله عمرنا ما هنعرف اجاباتها، فعملنا اجابات من نفسنا. مم. ناس كان نفسنا جدا نسالهم اسئله، كان نفسنا نسالهم ليه، كان نفسنا نسالهم امتى، كان نفسنا نسالهم ازاي، وعمرنا ما سالناهم، فبالتالي احنا اللي جاوبنا. فساعات اجوبتنا دي بتتعمل على اساس ايه؟ بتتعمل على اساس انا ايه اللي هيخليني ارتاح. طب ليه ربنا حجب عننا اصلا مم. الاجوبه؟ ما يمكن عشان ما كانتش هتخلينا نفيل جود about ourselves. صح. من هنا جايه حته انا بقول اللي بيخدم قصتي. امتى تقلب ضدي وامتى تقلب فيكتيم كومبلكس؟ لما انا اشوف واقول على طول اللي بيخليني انام بالليل، مم. وبغض النظر بقى عن ايه الحقيقه. انا دايما بتكلم على الجزء التاني، ما بالظبط، بتكلمش عن جزئي انا. يعني اللي بيقول اللي بيخدم قصته ده ماشي، الهيلثي منها ان انت تبقي تقنعي نفسك انه يمكن يكون دي الحقيقه، بس ممكن كذا 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 كذا. بمعنى مثلا انا اتخانقت مع شخصيه ما، مم. فلنفترض اتخانقت مع شخصيه ما و ما اتكلمناش بعديها ابدا تاني، ولا حتى تواجهنا بعديها. تمام؟ ومحدش فينا ابروتش التاني. انا بقعد اقول لنفسي انه خلاص يمكن فعلا الموضوع خلص، وان هو او ان هي او هو مش عايز يواجه علشان الموضوع كان صعب، وانه فعلا غلط في حقي فخلاص، وانه يعني أعذار. هو ندمان بس مش عايز يتكلم، او هي مش عايز ندمانه، يتصرف. او هي مثلا محرجه من اللي هي عملته وعارفه انها جابت في سيرتي جامد. ده اللي انا بقوله لنفسي علشان قصتي. بس في نفس الوقت في صوت تاني بيرد عليا في دماغي، ما ممكن عشان ما يبقاش فارق لها عادي. ايوه ايوه طبعا. عادي ممكن يكون ما انا شخصيه دريننج، وهو كان شايف انه لا دي صداقه سيئه. دايما فلازم ابدا هيفضل الصوتين. لازم الصوتين يبقوا شغالين. امتى تبقى فيكتيم كومبلكس؟ لما يبقى فيه صوت واحد بس هو اللي شغال بيقول انه يا عيني يا عيني. هو صوت مريح، هم صوت عملوا مريح، فيا، هم صوت سووا فيا. مريح بصراحه، صوت مريح، بس لو سيطر هيقلب ضدك. لا صعب 100% بيعطل يعني. جدا على فكره. وبيعطل قوي فعلا. بنفضل واقفين عند نفس البوينت، بنفس البوينت. احنا حواليه، احنا قاعدين. هو الفيكتيم كومبلكس ده بيبقى شخص قاعد في كورنر بس ما يتحركش منه. ف 60000. طب الشخصيه طب الشخصيه اللي دايما بتعلي عليكي في مرهقة احزان قوي. بقى، في افراح، في ممتلكات، في القلب، مرهقه، شخصيه مرهقه شفتها قبل تقارن كده. نفسها شخصيه مرهقه سواء راجل او ست، شخصيه مرهقه ما احبش ابقى حواليها. يعني وفي الكوميونتي اللي انا كنت فيه دايما مع ناس بتحرق علشان يعلوا عليا او يعلوا على بعض، دبلت، اتطفيت جامد جدا. كانت سنه من حياتي ما كنتش انا كنت نكد يعني، بس كان مريتي عشان بيها لا مريت بالشخصيات دي، ومريت بسنه لا انا كنت بوسكا دي اللي ما فيش، دي مش موجوده. تمام؟ فالشخصيات اللي هي دايما بتانفاليديت، ولو انت بتتكلمي فجاه تشطب تغلوش جامد على اللي اتقال، وزعلانه 60000. انا بقى هموت بص اكتئاب بالليل على العياط بقى. انعاش. دايما عندها اكتر، دايما عندها. بس دايما الناس زي ما قلت لك اللي بتحاول تثبت قوي دي، ودايما بتحاول تعلي في any aspect of life، بيبقى عندهم حته ناقصه.
وعلى فكره الناس كلها بتبقى قارياهم. اه وبالذات يعني بالوعي بتاع دلوقتي، يعني لا، في حاجات كتير جدا مقريه وشخصيات جدا مقريه، بس هو في الاول وفي الاخر انت هتعملي ايه؟ انت بتاخدي اجزاء من الناس، فاهمه؟ يعني انا مش لازم اكون هو نفس الشخص، هو اللي بخرج معاه، هو اللي بسافر معاه، هو اللي بضحك معاه، هو اللي بعيط معاه، هو اللي بفرح معاه، هو لا. ساعات يعني انا في شخصيات واخداها كلها على بعضها كامله، وفي ناس احب اسافر صاحبك على معاها. عيبه. في ناس صاحبك على عيبه، مم. بس في ناس باخد حته صغيره منها. مم. يعني انا سمعت يعني انا كنت بعمل كده، ومين اللي قالتها بقى؟ مي ابراهيم. مي ابراهيم دي شيطان انفلونسر وانا بموت فيها. وانا كمان والله. لقيتها فبتقول يا جماعه ساعات بيبقى عجباني جزء من حد. يعني او فنان مثلا يعني هو طالع عليه سمعه غريبه بس انا بحب صوته، يعني ما بنخرجش بره. انا بالنسبه لي دي في الصداقه انا ممكن اخد اللي بحبه من الشخص ده. ففي ناس احب اسافر مع لا، في ناس احب اقعد معاها قعده بنات بس ما اسافرش معاهم، اتعب استنزف. في ناس احب ان انا اروح لهم لنصيحه، بس ما بحبش اهلس معاهم. فعادي صباحكم فل بقى. على فكره ده من يعني الذكاء الاجتماعي برضو، ان انت تبقي عارفه ما تختبريش اللي قدامك في حاجه انت عارفه انه مش هيسد فيها. اه يعني دي برضو كنت قريتها في بوست قبل كده على فيسبوك، انه خلاص انت عارفه ان صاحبتك دي مش بتقضي مشاوير ومش هتعرف تبقى معاكي بقى اللي بتروح وبتيجي وما اعرفش كده، بس تعرف تطمن عليكي في تليفون، خلاص ما تختبريهاش بقى في الحته دي. فاهمه بالظبط قصدي؟ بالظبط يعني بلاش طول الوقت نختبر الناس في حاجات هم مش هيقدروا عليها. بالظبط. يعني عايز اقول لك، وانا بقول لك انا يعني اصدقائي القريبين ما بيخرجوش بره 5 مثلا 6 ايوه لما نبهوأ وده حلو جامد. جدا، كتر خير الدنيا. وبتبقى لا، في شخصيه قريبه مني جدا انا بحبها جدا، بس هي ما بتروحش على التليفون، ما بتروحش على التليفون والله، ما لهاش في الموبايل بجد، ما صح. فيش. ماشي، فاعرف اتعامل معاها فيس تو فيس كويس قوي، بس لما احتاج حد في التليفون قالوا لا بكلم واحده تانية. هما الاثنين حبايب قلبي، فصاحبك على عيبه، بس باخد ده من دي وده من دي. شخصيتي صديقتي المفضله، ماي بيست فريند، احنا ما بنتكلمش مثلا غير مثلا مرتين في الشهر. بجد. والله كده، اللي هو لا بقول لك صاحبة عمري. لا احنا مش كل يوم الوهات ومش عارف ايه وبتاع، اصلا هي مسافره بتدرس بره. ماشي، بس لما نتكلم كاننا لسه متكلمين امبارح. جايبين اللي فات واللي جاي موت بقى وبتاع، خلاص احنا لسه بنفس القرب. بس اتس لو مينتنس فريندشيب، مش حد اللي هو احنا على كل يوم، بس لسه البوند زي ما هو. على العكس بقى، في ناس تانية ماشي برضه، صاحبتي برضه صاحبة عمري ماشي، هي دي بقى بتاعت كل يوم انا هكلمها هي. مستحيل بقى ان انا اروح اللي ما بتردش خالص اتضايق منها ان انا ما ردتش، ما انا عارفه ان انا ما بتردش، ده اكبر من طاقتها. فاهمه قصدي؟ هي دي الفكره يعني. طب ندخل بقى على الشباب شويه كده، عشان أنا لازم نناقش كده في الموضوع ده، مش هينفع. اكيد في اراء برضه. طب في شخصيات مستفزه بالنسبه لك في الرجاله؟ النونشالانت ده اللي تعبت منه يا انا مش هايدي. شايف حد على الكره الارضيه. انا مش عارفه احنا ليه بنعمل كده. ليه بنعمل؟ ما نبقى له ايه اللي حصل للذاذه؟ يعني بقيت بتقابل الشخصيه دي في كل حته في الدنيا، لازم الكاريزما المفرطه، الكلام من هنا انا فوق البشر، انتوا مين؟ وبعدين بيتحرك كمان بحساب، حتى البصه اللي هو يا ابني انا ما انت بص عليا يا ابني، ما بصيت. البصه من جسمه اللي هو يعني في ايه كده؟ يعني دي بقت رهيبه. يعني بقول لك انا عملت فيديو قبل كده بتكلم عن الكاريزما انفليشن. احنا ليه كلنا نفسنا نبقى كاريزما؟ ما ممكن مثلا حد يبقى طيب، ممكن يبقى دمه خفيف، ممكن حد يبقى يعني فنان، لكن ليه كلنا عايزين نبقى كاريزما؟ فالشخصيات اللي بتصطنع النونشالانت. يعني ايه نونشالانت؟ عشان بس الجمهور يبقى عارف. النونشالانت هي الشخصيه الكارفه، اللي هو انا مش فارق لي، انتوا لا شيء. علاقات انسانيه ايه؟ مين دول؟ مين البشر؟ مين غيري اصلا؟ مين غيري اصلا؟ اصلا انا مش فاهمه احنا ليه بنعمل كده. فهو ده انا الشخصيه اللي بتتصنع ده بتضايقني جدا، بتستفزني وبقفل منها جدا. ماشي، بس في ناس اكشلي كده، في ناس هم كده فعلا عندهم من اللامبالاه، دي موهبه عموما، دي موهبه زي حاجات موهبه ونعمه برضه. بس ما تعرفيش تفيكت، طبعا تعرفيش تفيكت. فانا شخصيا نونشالانت المتصطنعه دي، ما تتكلموش معايا بجد يعني. طب ايه الحاجات اللي لو شفتيها في الشخص اللي قدامك تقولي خلاص هو ده هو ده هو ده؟ بص مم. ناحية شوف ماما بس يو معايا. بقى يا ماما. ماشي، هقول لك قولي لي صفات ولا شكل؟ صفات.
صفات. ما احنا كبرنا بقى خلاص، ما هو الشكل ده في الاخر بيجي حاجه تانية خالص. انا عموما ماما بتقول لي كده دايما، اه بقول لها ماما بصي انا عايزه واحد طويل جدا مش اقل من 185 سنتي، يا رب اللهم امين. يكون عريض قوي، ومش عايزاه جماوي، انا عايزاه بخدود كده خفه الدم كده يروح ويجي كده معايا. عشان ياكل معاك. بتبص لي كده تقول لي ماشي تمام، حاسه لو انت ربنا معاكي. تاخديني عد عالي ولا ايه. فانا خلاص ما بقتش اتكلم في الفيجوالز يعني، اه لكن كشخصيه خفه الدم لا ما ينفعش. نفسي بحد دمه خفيف، والله العظيم الحياه اسهل. والاهم من كل ده الحياة انه أسهل بخفة يفهم الدم. هزارك. طبعا لا اللي ما بيفهمش القلاشات وقفشات الافلام وكده ده لا بعيد مش بعيد هعرف بعيد مش هعرف. بعيد. خفه الدم مهمه جدا. بصي هقولها لك كلها على بعض بس مش يعني مش هرتبهم، يا الحاجات ستي دي ما كلها بنرتبش، مهمه ماشي. قولي انا هوزعهم. في خفه الدم حد يبقى طيب، حد يبقى طيب بجد، لان انا مجنونه اندفاعية. واندفاعيه وبعوز اعمل حاجات كتير في نفس الوقت ومشاعري كتير وكل حاجه، فانا عايزه حد راسي وطيب ويعرف يحتوي الهطل ده. ماشي. ده اعتراف جامد آم، قوي يا بوسكا وحياة ربنا. انا انا كتير، انا كتير أوي. و يعني بحب اعمل حاجات كتير جدا، بحب اجرب حاجات كتير جدا، متجدده جدا، عندي مشاعر كتير جدا، عندي اصوات كتير جدا، كل الحاجات دي ماشي. انا بشوف ان اللي انا هعرف اكليك معاه حد يبقى بيعرف ياخد الحاجات دي يدخلها جواه ويطلعها بطريقه راسيه كده، متستره كده. يعني حد اللي هو انت ازاي مش عارف ايه بتاع. لا 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 ما تقوليش. طب وانت ايه الاخبار يعني؟ حاجه كده، حد بجد يعرف ان هو يترجم ده، حد يعرف يقرا النرفزه دي جاي منين، حد يعرف يقرا طب التوتر ده جاي منين، يعني حد يعرف يحتوي. حد عنده خلق. اه وسعوا خلقكم شويه يا شباب، حد مش عنده كده خلق، يعني. حد عنده خلق، حد بيعرف يحتوي. حد راسي وطيب وفاهم الدنيا بجد يعني، مش عشان بجد اتنين نرفوزين وكده مش هنضرب في بعض. حد يعني انا ما اقدرش على حد عنده ايجو مثلا، يومين عند ماما اقعد في البيت عادي مفيش اي مشكله. بس هي دي الفكره. لا قلت لك دي اهم حاجه يعني عندك، ان هو بالنسبه يستوعب لي الكولكشن اللي انت فيه ده، يعني الميكس اللذيذ الاحتواء ده. والاستيعاب والطيبه دي حاجات مهمه جدا بالنسبه لي. الاهتمام المفرط أنا بالنسبه لي برضه حد يهتم جدا 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 وخفه الدم. طب نخرج بقى من المواصفات على سن الجواز وتابوه سن الجواز للبنات، وهنا نقف وقفه. ايه بقى؟ يعني انت شايفه المجتمع بيقول عند انهي سن؟ انت شايفه المجتمع بيقول ايه؟ انا شايفه، بحس ان المجتمع بعد ال30 هو في حاجه أنا لازم الحق اعملها. بالنسبه لقطر الجواز راح فين؟ وبالنسبه للنصيب يا جماعه، طب نسيناه يعني؟ طب بالنسبه انا للمكتوب مثلا سقطناه ولا لا، ايه؟ المشكله فيكي اكيد. بصي انا بشوف ان اتس ا ماتر اوف انت عايزه ايه. هو انت عايزه تتجوزي ولا انت عايزه تلاقي الشخص الصح اللي تقضي معاه بقيه حياتك؟ هي دي لان اي حد ممكن يتجوز، مش صعبه. مش صعبه خالص، وعلى فكره بس بالمناسبه كل البنات بتقدم لها عرسان. ايوه طبعا دي حاجه سهله فاللي جدا، هو ولو هي عايزه دي تقول يا خطوبه هتقول يا خطوبه من هتقول تاني يا يوم، خطوبة، وهتنزل بالظبط. للجواهرجي وتفرحهم والدنيا قولوا تمام. له ليا ويا دبلة بس الخطوبه لو مش وعقبالنا نصيبي في كلنا. الاخر برضو مش هعند القدر، يعني خلاص. انا مالي. بالظبط. وهي الفكره انه فعلا انا عايزه اتجوز ولا انا عايزه الاقي الشخص الصح. لانه اللي هو يعني هو بيبقى في ناس انا بسمع كونفرسيشن اللي هو يا بنتي نفسي اطمن عليكي بقى وضغط ضغط ضغط ان هي عايزه تطمن عليها وعايزه اتجوزها. طب انا عندي سؤال والله معلش احب جدا اساله. انت هتطمني عليها ازاي وانت مش متاكده ان ده الشخص الصح؟ يعني اللي هو انا عايزه اطمن عليكي دي جمله مستغربه شويه، لانه ماشي انت هتطمني عليه وعماله بتزقيها في خطوبه او في شخص معين او احنا مش متاكدين منه. طب انت هتبقي مطمنه عليها في جوازه تعيسه؟ لا طبعا لا طبعا. يعني انا بالنسبه لي ان انا اعيش لوحدي ماشي احسن بكتير من اني اعيش تعيسه مع حد يطفيني. فيا جماعه اللي هو ايه، البنات انا محتاجين نفهم كلنا واهالينا تفهم وكل حد يفهم انه
انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه الاقي الشخص الصح اللي اعرف اقضي معاه بقيه حياتي سعيده. صح. هي دي اللي هتخلينا ننسى موضوع السن، لانه it's a matter of the right person. وانا متاكده ومؤمنه بربنا جدا ان الشخص الصح هيجي في الوقت الصح. وانا كل حاجه بوقتها على فكره. ان الشخص الصح هيجي في الوقت الصح. صح. بس والقدر مكتوب والنصيب موجود، وهو كل واحد بياخد 24 قيراط، محدش بيجود من عنده يعني، بتتقسم بقى على حسب الرزق. ما احنا رزقنا مكتوب في السماء. هقول لك تجربتي انا بقى في الموضوع ده. اولا انا مش مستوعبه ان انا مثلا هتم 29 سنه، يعني ما حسيتش بيهم بصراحه عشان اقول لك الحقيقه. يعني انا حاسه لسه في الجامعه، وفكره ال30 اللي الناس عماله بتقولها دي، ايه ده في ايه؟ ما فكره يعني انا حاسه الشخص ال 40 سنه ده دلوقتي شاب برضو، يعني فاهمه حاجه؟ ده انشالونت يعني ما بقاش يعني فاهمه اللي هو شخص كبير وبتاع وكده، لا شباب كلهم زي الفل. فانا مش حاسه بالسن ده. وبعدين يا جماعه انا كل ما البنت على فكره بتتمهل في الموضوع او رزقها ما بيبقاش بدري في الموضوع ده، كل ما بقت ناضجه اكتر وعارفه هي عايزه ايه ومش عايزه ايه اكتر. وانا باهل نفسي للمرحله دي. بالعكس انا بقعد بفكر فيها بالعكس. خلي بالك يعني هو انا لو كان نصيبي جه بدري مثلا ممكن اكون مش مستعده له دلوقتي خالص. انا مش كبيره كفايه، مش ناضجه كفايه. وبعدين الجواز ده مسؤوليه كبيره. انا دلوقتي اقدر اقول لك ان انا فاهمه يعني ايه ان انا افتح بيت، يعني ايه اختار شخص، يعني ايه مسؤوليه اولاد، مش هخلف وخلاص. فاهمه قصدي؟ لا الموضوع كبير، موضوع كبير وعايز وعي كبير قوي، وتشتغلي على نفسك، تشتغلي على عيوبك، واللي قدامك ممكن يتقبل ايه وما يتقبلش ايه. تسمعي الناس اللي حواليك، تسمعي اقرب الناس ليكي بيقولوا لك ايه. لا في ليله سعادتك، في مشوار كبير. فالموضوع مش يا دبلة الخطوبه. بالظبط، هي مشوار. كلمه مشوار دي هي الصح ان احنا حياتنا مشوار، واتس اوكي تو جو اون يور جيرني with your own pace. انت في مشوارك وانت في مشوارك بالريتم بتاعك، ومالكيش دعوه برتم الاخرين. هو ده سريع برافو عليه، متالق، طالب، متفوق، ده بطيء جدا. انت كل واحد بالريتم بتاعه، وهنوصل للمكتوب لنا في الاخر. احنا بس ناخد بالاسباب. احنا بس بننسى دي مع انها اصلا الاساس. بالظبط. انا عايز اقول لك على حاجه في موضوع مكتوب لنا ده، والله العظيم بلاش ننساه. بيريح بطريقه يا هايدي، بيريح بطريقه. انا بالنسبه لي لما دايما انا اول حاجه في دماغي خطه ربنا احسن بكتير من خطتي، من اصغر الحاجات لاكبرها بتريحني. انا مش عارفه الناس اللي بتنسى المكتوب دي بتعيش ازاي مبسوطه، فاهمه؟ يعني انا بالنسبه لي ان انا لو مثلا دايما بستخير او دايما اقعد اقول ايه دعاء مصطفى حسني قبل كده قالوا: اللهم يا بديع السماوات والارض ارزقني بما يصلح حالي، في السجود كده. فبحس ان اي حاجه بتحصل لي بعديها دي خطه ربنا. انا مش هقدر ان انا اقول حاجه والله من اصغر حاجات، بمعنى ان انا مثلا ايه ما خدتش اليمين ده ومشيت على طول وزود لي 10 دقايق في الطريق، بتنرفز كده، بعد كده احس اللي هو معلش جايز كان يحصل حاجه لعله خير، لعله خير. ففي كل حاجه، في فرصه ما جاتلكيش، في جوازه ما كملتش، في خناقه، في بحس ده، او مثلا صحاب ما بقوش صحاب، ناس قربت ناس بعدت، هو ده المرجع بقى، لازم نرجع بقى. هي دي المكتوب. انه احنا لو مكتوب لنا نكمل هنكمل، لما مكتوب له كان يبقى صديقي كان هيبقى صديقي، لما مكتوب له كان يبقى خطيبي كان هيبقى خطيبي، عادي. المكتوب بيريح جدا. بنزعل ونعيط كده انا اتكلمت في الموضوع ده كده بنفس الطقم ده بنفس الطقم اللي انا جايه بيه. اللي قلبك يحبه. بس الزعل جزء مننا، والجريف مهم، والستيجز اوف جريف مهمه لحد ما نوصل للاكسبتنس مهمه. بس اللي بيساعد فيها انك مؤمن بقدرك، مؤمن بربك، ومؤمن بقدرك. هو ده اللي هيخليك، هيرجعك تاني، هيقومك هو ده اللي هيقومك. والله انه ما مكتوب مش انا خدت بالاسباب وعملت اللي عليا واستخرت، خلاص اللهم ارزقني بما يصلح حالي. طب ده حالي خلاص. صح ما تتنحش بقى، امشي بقى، ما تضايقهاش بقى. هو في ايه ده الرخامه دي؟ طب انت عارفه حاجه ان في مواضيع الارتباطات او ايا كان شغل، ايا كان حاجه كانت هتحصل او انت نفسك فيها قوي وما حصلتش، على فكره هي مع الوقت حدتها بتقل.
جدا. عمر يعني الوقعه اللي من شهر فاتت بالنسبه لي عمرها ما هتبقى من زي من 8 سنين خالص. بمعنى انه مفيش حد بيتفرج على نفس الفيلم مرتين وكل مره يتفاجئ موت. يعني عارفه ممكن اعيط مثلا، يعني لو اتفرجت على هتأثر. فيلم هتاثر كل مره بصراحه، مم. عادي، مم. بس مش هتفاجئ مش هتوجع نفس الوجع بنفس الحده. بنفس الحده، وهتخطى الفيلم اسرع. يعني فيلم اتفرجت عليه مره اتدمرت موت بقى، مي بيفور يو دمرني عياط هستيري، المفاجاه فظيعه، فضلت اسبوعين افكر في الفيلم بقى رهيبه. تاني مره اتفرجت عليه عيطت، تالت مره دمعت، بس التخطي كان اسرع. نفس الحاجه في حياتك. خازوق رقم 1 انهيار عصبي بقى، يعني اكتئاب حاد، مش عايزه اشرب خسيت كانيولا. موت، او بالظبط اللي هو كده. صوروني الصورة. لكن خازوق رقم 2 كان اقل حده. خازوق رقم 3 لا 60,000 بقى خلاص. لا ده انا خالص بقى. انا مت احسن من كده ده مضروب بكتير. في 10. والله لا بس عادي. فاه يعني الدنيا هي انت خلاص صح. يعني. على فكرة ده يرجعنا لفكرة مثلا ممكن نربطها بجمل على طول أهالينا بيقولوها مثلا. احنا لينا جزئية كده للأهل يا جماعة حابين نقولها يعني أهم المقصورات كده اللي بتتقال في البيت. دايما هم شايفين الصورة أحسن مننا بكتير. بقى الموضوع ده بيأثر فيا بقى. ليه أنا بقى؟ عمر ما ماما قالت لي حاجة وما طلعتش صح 60,000%. ما هو ازاي مش بهزر، لا رهيبة ما شاء الله ما شاء الله. ده حاجة كده يعني. فعلا ما فيش حاجة ماما، أنا ما ببقاش عارفة هي جايباها منين والله. ما فيش حاجة ماما قالتها قبل كده تجربة مشوار. في شخص من نظرة والله تقولي عيني مش مريحاني. لا يا ماما بقى ماما انت ما شفتوش في الحقيقة، ما تهزريش معايا بقى. ماما يا نهار ابيض على نفس الحاجة اللي بتحصل بنفس الحرف اللي هو بقى بالسيناريو. ها هو ما بقناش بنتكلم تاني ليه؟ سبحان الله اللي قلتيه. ببقى محرجه جدا بقى موت يعني. بنات وولاد نفس حاجه بيبقى ليها نظره كده بتيجي صح في كل مره. وانا صغيره كنت بنبهر قوي بيها، واللي هو انت ازاي بتطلعي صح كده وبتاع مش عارفه ايه. ما كبرت اكتر بقيت بسمع كلام عمياني. جات لي مرحله انا بصور لا متمردة. لا انت بتبقى اللي هو لا انا مش مرتاحه له ومش احسن حاجه، الصديق ده مش احسن حاجه، الصديقه دي مش احسن حاجه. وبعدين بتديني على كده اللي هو خدي بالك اللي هو لا قولي لي يعني ايه، لا مش بصي لي في عيني يعني ايه. وببقى ضدها جدا عشان انا خلاص بقى انا كبرت وعايزه اخد قراراتي بنفسي وبتاع. وبتسيبني ماشي اوكي يلا بينا سيبني خلاص يعني انا امي شايفاني. بتسيبني برضه. وبرضه نفس الحاجه يعني بجد نفس الحاجه. يعني انا يعني اخر مشوار خدته لوحدي ماشي كانت برضو شخصيه انا مش مرتاحه، ادتني واحده كده ومش عارف ايه. قلبي مش حابه، قلبي مش حابه والله بجد مالوش قبول عندي ماشي. وانا ساعتها انا كنت بقى مش هقول لك واثقه في الشخصيه دي بس كنت مصدقه فيها جدا. ويلا وماما لا بجد لذيذه جدا، لا انا متاكده يا ماما. ما هو شفتي في حد بيعمل كده، شفتي في حد جدع كده، في حد مش عارف ايه. وهي بالنسبه لها ده من 60,000 جدا بقى. شفتها قبل كده. وفضلت ما يقرب من السنه. سنه هي تحت الاختبار. بالظبط هي سنه هي بتقول نفس الكلام لحد ما بطلت تقوله خلاص. هي بتبقى اللي هو ماشي اوكي عمل ايه الله بجد ماشي. وانا في المشوار لوحدي وكان خلاص بقى 6 شهور 7 شهور 8 شهور هي نفس الحاجه وهو نفس الحاجه. فخلاص بقى ده انا صح، الله انا صح بجد برافو عليا. بقى عندي نظره في البشر. شكلي هغلبك ولا ايه؟ كنت متحمسه. ما عدتش السنه وكان نفس اللي قالته بحذافيره حصل بالظبط. وده بالنسبه لي كان فاينل ماتش بقى، لان انا الماتش ده كنت داخلاه عشان اثبت وجهه نظري في انه لا ماما بليز لا يعني ايه بجد انا هثبت لك فاهمه. لا انا شايفه ان احنا يعني بالنسبه لي انا بثق في رايها 1,000,000%. وده لا يمنع ان انا ساعات بعند اخش الخناقه. تبقى عايزه برضو التجربه، عايزه اخد التجربه. انا بالنسبه لي انا على فكره يعني دي حاجه في البشر عموما. ايوه مفيش يعني اللي هو الحفره هي انت هتقع في الحفره دي تفتكري هيتفاداها؟ لا هيقع ويتخرشم ويقوم منها اقوى عشان يتفادى بنفس الحفره اللي قبليها اللي بعديها. فاهمه؟ فانا بثق في رايها جدا جدا جدا. بس ساعات بحس لا انا عايزه اخش الخناقه. فاهمه قصدي؟ طب ايه حاجات تانية مثلا اللي هي دايما بتقولها لنا؟ يا بنتي ما تاخديش كل حاجه على اعصابك كده. ما تاخديش كل حاجه على اعصابك دي بابي.
طب اللي هو ازاي يا ليه جماعه بقى؟ هقول لك. هنحارب الكون؟ انا وبابي شبه بعض جدا بطريقه بتخوف، لدرجه انا بحسه كتاب كامل، خلاص خلص بالبدايه بالنهايه بالمش عارف ايه، هو كتاب مدروس كل حاجه، وانا لسه في تشابتر 14 وهو مثلا 100 شابتر. أيوة. فاللي هو ايه، ساعات ممكن ببص معاه الملخص. ساعات ببص له كده لما تجيب كده تشابتر 26 كان ايه النظام هناك، عشان في حفره كده حاسه ان انا ماشي. فدايما بيجي لي من هناك، هو احنا نفس الشخص، احنا والله العظيم بنقع حتى في نفس الحاجات، وانا دلوقتي زي هو زمان بالظبط. فبيديني اللي هو الزتونه، اللي هو ما تقعيش في دي، ما تاخديش كل حاجه اعصابك بالهداوه، لان انا مثلا برضو ممكن يكون هربي حمائية عالي شوية. حمايه شويه، اندفاعيه سنتين، هو برضو كده زي جدا. يقول لي بالراحه، اخد الحق صنعه، بلاش تعملي حرفة. كده مش عارف ايه، لان هو احنا وقع في نفس الغلطه بتاعتي. صح. تمام. فما تاخديش كل حاجه على اعصابك، دي بابي مليون في المية. هو بحاول الشبه جدا. ده مرعب؟ يعني الشبه ده وحش؟ ما بين الاهل ولا في العموم؟ لا عموما يعني، لا انتي مع انا باباكي فكره الشبه ده مقلقه شويه ليه او الحلوه، ليها الحلوه وليها الوحشه. ليه؟ الحلو ان انا وهو قريبين قوي ما شاء الله، يعني احنا الحمد قريبين لله. جدا، وبيفهمني جدا وبفهمه جدا، ويعني لا احنا الاثنين اللي هو بجد he's my support system. تمام. ربنا يبارك. الوحش فيها لحد قريك 24 ساعه مثلا؟ احنا قاريين بعض موت، بنتوقع الكلمه اللي جايه، مع ان مش دايما بتبقى صح. يعني مثلا خناقه اتنين شبه بعض جدا اصعب بكتير من خناقه اتنين لا، يعني فاهم، لو انا ومامي لما بنتخانق مش زي انا وبابي لما بنتخانق. بجد. خناقتي انا وبابي في البيت تقلب الدنيا، مش زي بتاعتي انا ومامتي. ليه؟ لان انا وهو شبه بعض جدا وبنحب بعض قوي. ماشي. اللي هو ايه، بيبقى في حريقه، فاهمه؟ هي دي ان انا عشان انا وهو شبه بعض جدا فبنفكر زي بعض جدا، ففي الخناق بتبقى الدنيا مفيش صعبه. كلام يهدي، اللي هو هو كلام اللي هو زي انا بعض. اصلا في دماغي اللي هو دلوقتي بقى بيفكر في كذا وكذا وكذا، ليه؟ عشان انا بفكر في كذا وكذا وكذا وكذا. ايوه. هي دي الكونس قاريين بعض بتاعتها، هي دي زيادة. دي الوحشه اللي هو كده. لكن حبيبي يعني ميجز. ربنا يخليهولك يا رب. بس على فكره يعني والله فعلا هم نعمه ان هم يبقوا بينبهوكي يعني. الاليرت ده مثلا، يعني بقول لك اهو انا مفيش يعني يعتبر كام سنه مثلا عشت لي كام تجربه، او مثلا الصحبه الفلانيه عملت كذا وده عمل كذا في الشغل، ودي ما هم بقى يعني عاشوا قد ايه وشافوا قد ايه، وما طبيعي يعني كل ده يطلعوا بيه بنتائج، يبقوا عايزين يعني يخلصونا منها، يعني مش عايزين نقع في نفس الكلام يعني. هي دي الفكره هي دي الفكره. بس انا بالنسبه لي هي دي حاجه تحفه، بس انا بحس انه let's normalize، او حتى الاهالي من وجهه نظري بقى، انا بقى كجين زي او كده، اللي هو سيبوهم يجربوا وسيبوهم يقعوا ويعرفوا يقوموا لوحدهم، مانج من بعيد، مونيتور من بعيد، بس سيبوهم. ساعات كتير ممكن تلاقيهم بيحكموا بتجربتهم هم وشخصياتهم هم وجيلهم هم، فبيبقى اللي هو زي الروت بتاع النصيحة صح، بس الابليكيشن بتاعه مش ابليكابل في زماننا ده، او مش شبه شخصيتي. لما بيحصل بقى كلاش اللي هو صح بس فور يو، انا بالنسبه لي مش هتشتغل عندي. فساعتها اللي هو ايه، انا اللي هو بقول لمامتي اللي هو انا فاهماكي وصح، بس انا مش حاسه ان انا شبهك في الحته دي، يعني خلينا احنا كلنا موافقين على المبدا، تعالي نشوف هنطبقه ازاي بحاجه بطريقه تشبهني مش تبقى شبهك. فاهماكي. فهي دي الفكره اللي انا حابه ان انا اقوله، انه سيبيهم يقعوا، سيبيهم يغلطوا، وسيبيهم وانتي راقبي من بعيد. بالظبط. وحتى لو هتديهم نصيحه اديهم روت النصيحه، بس سيبيهم يشكلوا يحققوها بشخصيتهم هم. هي دي الفكره، لانه ممكن يتقال علينا لو مفيش سمع كلام، وانا قلت لك هتقع في نفس الحته ووقعت ومش عارف ايه، بس هو انا عايزه اشوف الدنيا بتقول ايه، نفسي كده اللي هو رايحه في الدنيا، انا متحمسه يعني اشوف الدنيا اللي هو ايه، ما تشوفليش. ايوه فهمك. هي دي الفكره. انا ببقى مؤمنه جدا فعلا بالنيه الجميله، وان هم في الاول وفي الاخر انا مش عارفه انا لو خلفت اعمل ايه، انا اصلا اخاف عليها تطلع برايا، انا والله العظيم. انت عارفه بقى ان احنا فعلا انا بدات اعذرهم كل ما بنكبر والله العظيم. بس انا عشان شفتوا بنات اختي مثلا ولاد اخواتي،
انا بخاف عليهم خوف هستيري. عامه انا بتكلم على اي اطفال، اولاد انتماتي مثلا، فبحس اللي هو لا ايه ده، يعني ايه قطعه صغيره كده منكم انتوا مخرجينها المدرسه للدنيا كده ليه ده اه طلعتوها في الدنيا وتبقي عايز كده. تحميها من الدنيا كلها، ويا لهوي بقى لو جت حكت لك عن واحده زميلتها مضايقاها، او مثلا المدرسه الفلانيه قالت لها كذا. لا ففعلا هو اكيد تجربه الخلفه دي برضو مختلفه. مرعبه بالنسبه لي، مرعبه بالنسبه لي لا هما ليهم حق على فكره يخافوا علينا، جدا. ليهم حق يقلقوا، ليهم حق لكل حاجه. ومن صغرهم يعني من اصغرهم لاكبرهم، يعني اللي هو مش حاسه اللي هو انا بابي دايما بيقول لي الطبيعي الانسان لما كل ما تكبري كل ما خلاص هيقل بقى اللي هو الخوف بقى والقلق وبتاع. كل ما بتكبري انا بخاف عليكي اكتر، يا عيني ايوه فاهمه؟ صح. فانا فاهماه، يعني انا لما احنا دايما بتخيل شاغلينهم على فكره، خلي انا بالك انت في كل مرحله في حياتك انت عندك قصه وموال هما شايلين همه لازم. طب من ضمن بقى بعد المواصفات والحب وكده بالنسبه للعيله، يعني تتجوزي في بيت عيله يا بوسكا؟ ايه ده السؤال ده؟ آه، مش ها عارفه خالص، مش عارفه خالص صدقي. ما جربتش قبل كده اعيش في بيت عيله. لو قصدك ان هو يعني خالته تبقى تحتينا ومامته تبقى انت فوقينا، تتجوزي بقى في بيت عيله، اللي هو تتجوزي في بيت تبقى عيله عماره يعني. حماكي وحماتك وكده، عماره عماره. آم، مش عارفه، مش حاسه ان انا هبقى مرتاحه، بس مش الموضوع حاسه ده ان انا عامل هبقى جدل مرتاحه اليومين دول فقلت اسالك والله. فيه. ما مش عارفه، مش حاسه ان انا هبقى مرتاحه و... ومش حاسه، وحاسه انه هنتعب في establishing the boundaries of our relationship. انه مش معنى ان احنا في نفس البيت ان بقى الحياه على بعض خلاص ان احنا زيتنا في دقيقنا. لا انا لا معلش، كل واحد زيته ودي مع نفسه. بالظبط كده نفسنا. فاهم قصدي؟ بس على حسب، بس انا ما احبش، ما اظنش ان انا احب، ان انا عمري ما فكرت فيها بصراحه، السؤال فاجئني، بس مش حاسه ان انا هبقى مرتاحه لان انا برضو بحب مساحتي وزي ما قلت لك وكده. بس يعني على كتير حسب قوي من الشخص بنات يعني. جيلنا الموضوع ده بالنسبه لهم مرفوض. مرفوض. مم. مع ان يعني كنت بس بتكلم مع ماما في الموضوع ده ان ناس كتير قوي يا عيني من الابهات وكده هم راحوا اصلا بنوا بقى بيت كامل عشان ولادهم يعيشوا معاهم وما اعرفش ايه وكده، فيجي الولد يخطب لا البنت سوري الموضوع ده مش هينفع. هو كل واحد عنده وجهة نظره ومحدش قرا ان في بنات كتير مش هتبقى قابله بده لاسباب برضو هم عندهم حق فيها. فكره البرايفسي ان انت عمرك ما هتعرفي تقري البيت ده قبل ما تدخليه، عمرك ما هتعرفي هم فعلا هيبقوا في حياتك قوي تفتكري ولا لا. مش بحس ان كل حاجه بيبقى ليها علامات قبل وقوعها. انا بمعنى بصدق في ده قوي. I believe in signs more. يعني طبعا انا مش ضد ان في حاجات بنكتشفها مش هنعرف نكتشفها قوي غير لما نعاشر بعض ونعيش مع بعض، فاهماكي؟ بس في حاجات كتير جدا ما بتظهرش من فجأة. احنا اللي بنتجاهلها، بنتجاهلها علشان احنا مركزين على حاجة معينة جدا، او بقى love is blind او whatever. بس صدقيني مثلا مفيش بارتنر نرجسي ما كانش باين انه نرجسي من الاول. لا دي صعبه في قوي، حته صغيره جدا لازم هتبان. مفيش بجد زوج او بارتنر توكسيك ما كانش باين حته صغيره جدا. عشان على فكره احنا خدي بالك البدايات مبهره. انا قلت الموضوع ده بقول قبل لك كده. ايه، بس الكلام ده كان زمان بقى، ما بقاش في منه بقى البدايات. يا جماعه ازاي يعني؟ يا جماعه خلاص بقى يعني كبرنا. عمرك ما هتعرفي ما يبقاش في بدايات. ماشي بس يعني الحياه مش وردي قوي كده. بالظبط. اللي كبرنا، كلمه كبرنا دي مش بترفلكت ان مفيش بدايات، لا بترفلكت ان البدايات ما بقتش مبهره زي زمان. بس البدايات موجوده. بس كبرنا دي اللي هو يا عم ماشي يا عم، الله على الورد. هنتخانق بقى امتى الخناق؟ على فكره انا عايزه اقول لك يعني انا عايزه اقول لك انا لما بيجي واحده صاحبتي هتتخطب او بتاع او كده، والانبهار في الاول ومش عارف ايه، جميل. انا مش بقول انه فيك، مش بقول انه مش حقيقي، زي ما بحس انه طب بس ملون قوي. ايه الحقيقه الكامله؟ يعني هو اصل احنا دايما الانسان انت في حد داخل جديد في حياتك انت بتقدمي له احلى جزء فيكي طبيعي. مش معنى ان الجزء فكان انت وحشه او ده مش موجود فيكي او لا انت موجود بتفيك. بس فين الباقي؟ فبحس ان انا
عايزه اسمع عن اول خناقه، عايزه اسمع عن اول نقاش، عايزه اسمع عن اول اختلاف. صح. احنا فاهمة؟ اختلفنا ازاي؟ بالظبط، هي دي احنا بنختلف ازاي، احنا بنتخانق ازاي، احنا بنواجه المشكله بندخلها من انهي ناحيه. هي دي اللي بتخليني اعرف الشخص ده بجد عامل ازاي، لان الدنيا مش كلها وردي وحلو وجميل، لا صح. الدنيا اصلا صح. بتجيب علينا مشاكل وضغوطات وشغل ومسؤوليات وكده. انا عايزه حد بقى يعرف يشيل هم الدنيا معايا، مش يشيلني هم الدنيا. ايه ده، هو احنا ناقصين؟ هي دي صح. صح. الفكره. صح. طيب بما انك قلتي مفيش حاجه بتظهر فجاه، مش وليده اللحظه، يعني هي بتحصل قدامنا واحنا بنتجاهلها. طب ايه الحاجات اللي لو شفتيها لا دي ريد فلاج بقى جدا، بصي رايح جاي كده مش هينفع؟ ريد فلاجز، ريد فلاجز لو شفتها انفد بجلدي. بس مبدئيا هقول لك الحاجات اللي لما بشوفها خلاص بقفل اوتوماتيكلي، انت مش اوبشن. اول حاجه الجوستنج. اه الجوستنج انا ما بقبلش جوستر، ما بقبلوش. اللي هو الاختفاء المفاجئ ويظهر الاختفاء المفاجئ والظهور بدون مبرر، او الظهور الاختفاء المفاجئ بحبك. والظهور المفاجئ. طب الاخ- بحبك وينزل تاني. الاختفاء المفاجئ والظهور المفاجئ الغير مبرر، كأن شيئا لم يكن، ما اقدرش عليه. بس ده يعني ده مع نفسه خالص، ده مش هيقعد في علاقه اصلا. موجود جدا جدا. بس محدش لا لا يقبله. والله، لا 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 بيقبل. يا نهار ابيض، امال احنا وبيعيشوا معاه بنعاني بالسنين ليه؟ يعني، ده عادي. بس بس انا بحس طب أمال انا استاهل بقى، ابقى انا استاهل بقى. ما ده اللي انا بقوله على فكره. ما انا لما بقوله انه هو بيبقى ما في، يعني مثلا اللي احنا بنتكلم مثلا على ازواج عندهم مشاكل في ان هو في التجاهل او في عدم مواجهه المشكله، او ان احنا مش عارفين احنا بنتخانق ليه، مش عارفين اصلا احنا منين نتخانق على خناقه، بنقعد نروح وي دونت فاهمك. ادرس الخناقه اصلا. ده كان بوستر اصلا، ده كان نون كونفرونتيشنال، ما كانش بيواجه من زمان. بصي هما انواع برضه، بس انا بالنسبه لي الشخص اللي بيختفي ده هو يعني، اما هو انت لو اتجوزت دلوقتي انت مش تقدر اصلا تفتح بيت، لان انت هتختفي تروح فين؟ اما هو في عيله وفي اسره وفي ما بتاع، هي دي مش بالظبط. لا متاكدش انا هيبقى عنده القدره ان هو يواجه الدنيا كده ويفتح بالظبط. بيت فانا بالنسبه وبتاع. لي مثلا لا، الجوستر اي حد يعني احنا ماشيين برتم معين، فجاه 24 ساعه 48 ساعه انت مش موجود، يعني مثلا اوت. يعني الطياره وقعت بيك او حاجه، يا لا انا ما عنديش الموضوع ده خلاص. والجوستر بيبان انه جوستر، الجوستر بيبان انه جوستر على فكره. يعني الانسان السوي نفسيا والانترستد فيكي وواضح وكده بيبان، والانسان التوكسيك بيبان انه توكسيك. هي يا لو اي حاجه غير يبقى لا. انا بالنسبه لي كده، فالواضح بيبان انه واضح، مش هنختلف فيه. الجوستر هو اكيد يعني ما رماش موبايله في يعني في النيل علشان ما يدردش عليكي كل ده، فبيبان. بصي بقى، قولي لي يا 60 انا ارتحت لك جامد. لا بس دي القطعه 60. انا بالنسبه لي وحياة ربنا ما اعرفش، دي قناعتي الشخصيه يعني بعد ها لا ما تستنيش اي راجل لاي حاجه لاي سبب. ليه؟ مش بقولك بقى ان هو بيكون نفسه والكلام ده، لا مش قصدي كده يا بنات خالص. انا قصدي فكره انه هو يا وانترستد وهيجي، يا لا، مفيش في النص. الراجل لو عايز يعمل حاجه والله هيعملها، والله هيعملها. انت عايزه ايه؟ true. if they want they will. if they want they will. انا مقتنعه مليون في المية. هي دي. اعذار بقى من هنا ومن هناك، انا ما بقاش بصراحه، دي شخصيتي انا. ما لا طبعا لا، اللي عايز حاجه بيعملها ماشي. وحتى لو حد مش واضح او كده وانت خدتي قرار انه لا، انا يعني انا يا عم واضحه يا عم، والجراي اريا والنيوترال ده مش حتتي ماشي، وخدتي قرار، هو لو لقى نفسه هيخسرك هياخد القرار. بقول لك ايه، اصل احنا برضو احنا بنات في الاول وفي الاخر. معلش انا بؤمن قوي بحته الفيمينين انرجي. هو معلش يعني انت الراجل طول عمرنا اهالينا يحكوا لنا الراجل هو اللي بيجي وهو اللي بيتقدم وهو اللي بيقدم عليكي انما مش العكس. حته ان انا مش عارف انا عايز ايه دي، لا خلاص بقى روح يعني نكبر بقى شويه ونعقل كده ويبقى في نضوج، وبقى تعالى بقى يعني كون انا اسره. بالنسبه لي في الحته دي انا يسعى الي
من بالظبط. زمان. انا فاهمه ان احنا مساواه وكل حاجه، بس انا المساواه بتقف عندي في حته. لا انا لا لا لا، يعني بحبهاش انا الحته دي خالص. الفكره دي عموما يعني في حاجات، في نقاشات في المساواه دي انا مش بدخلها، علشان لا، انا بالنسبه لي بتقف في حته معينه، لانه الفكره ان انا اللي اروح يعني بالنسبه لي انا، لا، انا حاسه ان انا I need to be in my feminine energy safely. مش هقعد انا بقى اللي احرق يعني مجهود مش واقعيه بالنسبه وحاجه لي. مش بالظبط. بالظبط. في الاول وفي الاخر يعني انا بالنسبه لي لو شفت الشخص الصح خلاص وهو سعى انف وبقى هو هيز ذا وان، انا اصلا هقدم كل حاجه. يعني انا ما بقتنعش خالص بالنقاشات الحاده جدا بتاعت ملزمه ومش ملزمه وملزم ومش ملزم ونقسم ونعمل ومش عارف ايه. في حاجه اسمها موده ورحمه، شكرا، وقفت هنا. لو بالنسبه لي لا، انا مش ملزمه ان انا اعمل له الغدا، علشان اصلا انا لو الكلام ده كله، انا يا جماعه انا هعمل له الغدا واكله في بقه. انا عادي، هو خلاص، هي يا جماعه هي موده ورحمه. بطلوا تقولوا خلي ملزمين بالك، ولا طب مش ما هو ده ملزمين، يرجع، هي خلاص الناس ماشيه كده. طب ما هو ده يرجع لفكره ان انا اصلا في كتير قوي من البنات والشباب مش عارفين هو يعني ايه جواز اصلا. انا داخل على ايه؟ امم بقى داخلين خناق وبتاع وكده، خلاص شكرا هتخلص بدري. هتخلص بدري. خليكي تبقي عارفه ده يعني براحتك. ايوه ايوه بالظبط. فاهمه قصدي؟ فعشان كده بقول لك انا كل ما البنت بتقعد كل ما بتشتغل على نفسها اكتر. والصح انك تشتغلي على نفسك، لان انت كده كده مش دي حاجه جديده عليكي. فهي بتبقى شخصيات، انت داخله تتخانقي الف سلامه حبيبه قلبي براحتك، وانت داخل برضو مش عارف يعني ايه بني ادمه ليها افكارها وليها حياتها وتحتويها وتتقي ربنا فيها و تدخلش الموضوع من اوله. فاهمه قصدي؟ في الأول فانا وفي الآخر الموضوع بالنسبه لي بقى من بعيد قوي، يعني بتفرج عليه من بعيد قوي. فاهمه قصدي؟ او زي إيه، خلاص احنا مؤمنين بالنصيب، احنا كل ده اجتهاد شخصي من عندنا. اه ولكن هو في الاول وفي الاخر انت ربنا كاتب لك. هو انا مره كنت قاعده في قاعده وكانت في ستات ورايا بتتكلم، فكانت بتقول لبنتها انه النصيب، كانت بتقول زي مقوله كده، انه النصيب لو مكتوب، انت لو قاعده في الصحراء في وسط في حفره كبيره تحت صح. خالص، نصيبك هيجي يجيبك من الحفره دي ويطلعك وياخدك. ما حدش هياخد رزقك حاجه مريحه كده جدا، كده. حاجه مريحه. فعادي بلاش حرق يا جماعه، بلاش حرق، ريلاكس لا ريلاكس. وفي حته الفيمينين دي برضو انا صح انت قلت كلمه صح، انا مش هدخل الخناقه دي. هي ليه بقينا نهلك كتير يعني؟ خلاص يا عم، انت عايز تعال اتفضل يا عم، بيرني بيك، يلا بينا. هو ايه، هو انا هقعد على فكره احنا اصلا كبنات جوانا حاجه بتقول ان هو يعني لا، انا على فكره انا عايزه ارتاح، يعني على فكره انا عايزه حد يبقى ليدر ولو انت شخص ناضج كفايه طب ما ليه لا، يعني عادي امسك يعني. مصروف البيت بمناسبه مصروف البيت ايه الكلام؟ لا انا ما في حته في الماليات دي انا ضايعه. ضايعه جدا. لا ضايعه جدا بجد. يعني حاسه ان انا مأجلاها. يعني مش هقولك مش بعرف، لا انا بعرف كويس قوي. لو مسكوني بادجت، لو خدت المسؤوليه انا هعملها. لكن ما بحس انها لا، مش دلوقتي. زي الطبخ مثلا. يعني انا ماما يا لهوي على شايله هم الطبخ، والله تقول لي انا ماليش في المطبخ خالص، مش بحب ان انا اساعدها في الحاجات دي. يعني مثلا اديني يا ماما انزل اعمل مشاوير بره البيت، نروح نجيب ده نجيب مش عارف ايه، هي في الفرهده اقف معاها نعمل شويه محشي، نلف شويه محشي، نعمل رز جلاش. لا، فهي بتقولي يا بنتي اما لما هتتجوزي هتعملي ايه؟ ولما انا بحس ان يعني الطبخ بالنسبه لي زي كانه منهج هنطبق عليه، هنبصمجه وخلاص. يعني انت ما عندكيش استعداد تتعلمي؟ لا دلوقتي لا، انا لا يبقى بس وقت ما تحطي في الجد تمام. لما بصي بقول لك جايبها بقى من الاخر بقى، عشان أيوة. حماتي لو بتتفرج يعني أيوة. المستقبليه. ايوه لما اتخطب، لما الاقي اللي بحبه ماشي، هتعلم الطبخ عشانه. في فرق ما بين واحده بتعرف بقية ورق تطبخ، العنب والله العظيم في فرق ما بين واحده بتعرف تطبخ للجميع. وواحده بتطبخ له، واحده اتعلمت عشانه. هي دي صبحت بقى. انتي بقول لك ايه، لا انا حنينه قوي عموما يعني. بقول لك ايه، ما كفايه حنيه بقى، ما كفايه بقى. عيب بقى. طب والله العظيم يا جماعه دي طاقه الطبخ دي هايله. انا بعرف اطبخ على فكره. برافو ما شاء الله. هو ده. بس من امي برضو كده بدخل عارفه ليه بيحلي الاكل؟ السمنه. انا كنت اقول الحب، مش عارفه لا لا مش الدرجه دي، مش هتلاقيها مني، دي خلصت خلاص، كانت زمان. لا طب وحياة ربنا انت عارفه بجد اكل امهات حلو ليه؟ عشان السمنه البلدي كده والحاجات دي. ما الاكل الصحي بتاعنا المفرهد ده لا ما فيش منه يعني. احنا من ساعه ما اخترعنا الماتشا واحنا بقينا والله بنرجع ورا. على فكره بحبها
ما تهزريش بقى يا هايدي، طب وربنا بحبها. بتشربيها منين؟ من اي حته بقى، الحاجات اللي عارفينها لا زي ما دي. مش حاجات زي دي. لا الماتشا مش جايه مني بصراحه، مش جايه مم. مني خالص. انا اصلا ما بعرفش اشرب قهوه وما بعرفش اشرب شاي. انا عندي مشكله كبيره جدا في الموضوع ده على فكره. بجد؟ انا يعني لما رحت اشتغلت بقى ما فيش جديه مفيش اي الصبح. منبهات. والله الصبح اللي مش فكره كده، انا بقول لك بفوق بالصدمه. يعني الصبح كله بقى يقوم فجاه، كله في الدايننج اريا بيعمل قهوه وشاي وكده، وانا اللي هو ميكس شوكولاته بسرعه دايخه دايخه. والله محتاجه اشتغل على الموضوع ده، عايزه في حاجه ابتدائي. كيفه. لكن ماتشا وكده لا، احنا فين السمنه البلدي؟ بسرعه بسرعه، أيوة. الاعشاب بحبي الاكل دي. ها؟ بحب الاكل جدا. في نوعين من الناس على فكره. في نوع بياكل عشان يعيش، ونوع بيعيش عشان ياكل. هو ده. في ناس بجد بتستمتع بالاكل، انا بحب الاكل. بابايا كمان نقعد كده بقول احنا لك ايه، والاكل. وفي اللي هتقعدي تاكلي معاه. ده اه اختياره وفي اللي مهم يسد جدا. نفسك. ده كده يعني كده. الشباب اي حاجه. لا دي ماليش اولا انا فيهم. شبعت. م- م- م. لا شبعتي ايه؟ لا لا لا، هي دي. شبعتي ايه؟ ده انا لسه. هو ده. في ناس اللي هو انا باكل عشان العنصر الغذائي والاملاح والمعادن اللي في الطبق ده، مش مهتم بطعم، مش مهتم في ناس الكيفه بقى هي بتاعه الاكل. طبعا الموضوع ده ما وصلناش في حتت كويسه قوي يعني. احناش يعني 40 دي كيلو. حقيقة الحمد لله، بس اوعدك بعد بس الحلقة دي. من بعد الحلقه نخس. اه من بكره. لا من يوم الاحد. اه بس عشان اللي في البيت نبدأ من أول يشجعونا أسبوع. بقى، بس اللي في البيت برضه يشجعونا، يعني كله ياكل صحي، ما هو مش هينفع على تقعد فكره تبكي انا في عايزه اقول لك الزمن. على حاجه. انا بالنسبه لي لما باجي اعمل دايت يا البيت كله يعمل دايت يا لا. مش هعمله لوحدي، مش هعمله بقول لك ايه، مش لوحدي. هتحصل. ما بقول لك عشان كده ريحي نفسك. ثانكس. وانا بجد بقى بجد مش بعمله لوحدي. اصل خدي بالك انا مش هينفع انا بقى عامله دايت والله بقى على مكرونه بشاميل بقى، وبابي اللي جايب رز بلبن طب وهو بتطلبي دليفري راجع. بالليل طبعا انت انكل شاورما. بلاش بقى الاسرار دي. طب كده والله العظيم عارفه عندنا كاركتر انا وبابي كده مسمينه كيمياء. لما يبص لك يقول لي كيمياء، نعرف ان احنا عايزين فطيره سجق شكل كيري. جبن. نو. وفطيره نوتيلا كبير عشان وسط من الكف. ايه تبقى بصه يا نظره. اه ربنا، الناس اللي بتكليك في الاكل دي انا بعشقها. تحفة، بس غلط. احنا محتاجين نحافظ على صحتنا. ما خلاص بقى لما محتاجين نحافظ على نخلص بقى، لما صحتنا. نقفلها. ماشي خلاص أوكي. ماشي. من بعد الحلقه على طول. احنا كان بينا قعده قوي، قلتي لي. موت. اتبسطتي يا بسكت؟ جدا والله. اول مره اعمل بودكاست لا تحمست. والرول والاكشن وال 3 2 1 دي روشه قوي. بس بقى خلاص بقى، اوعي تطلعي مع حد غير ما اذيع الحلقه. وعد. وعد الوعود. الكاميرا شغاله. وعد الوعود. وعد الوعود بجد. وعود حبيبة وعود قلبي. يعني. بس بقى البنات يشجعونا بقى يتفرجوا على الحلقه دي، عشان هي فيها اسرارنا كلنا. خلصت حلقتنا وبينا قعده.